مهندسة حنان كندري، شلون انطباع الناس مع معرض دراستي؟ والله بالعكس الطلبة وايد حابين المعرض، وبالعكس قاعدين يستفيدون ويجون ويسألون بنفسهم. وايد جامعات متواجدة، فقاعد تتيح لهم الفرصة إن يسألون ويشوفون بعينهم، يعني يطمنون. زين، شنو الصعوبات اللي أكثر شيء يسألون عنها يعني؟ شنو متخوفين من الطلاب؟ بخصوص البعثات الخارجية، الطلبة متخوفين من فكرة إنه بيروح دولة ما يعرفها يدرس ويعيش بروحه ويعتمد على نفسه، وغير كذي بعض الطلبة متخوفين من اللغة شوي. واكيد واكثر شيء يخافوا منه الايس، اذا ما جاب الشهاده هذه ما راح يقدر، ما حتى ما يقدر يسافر برا الكويت. اي صحيح، خصوصا مع قرار التعليم العالي الجديد انه الغوا سنه اللغه، فهذا الشيء الطلبه متخوفين منه، بس ان شاء الله سهالات. واساسا هم عبالهم بس دراسه، هو راح يتعلم خبره الاغتراب الدراسي، شلون يغسل ملابسه، شلون يعتمد على نفسه، فكل هذا ان شاء الله يتعلمه معاكم ان شاء الله. ان شاء الله، ويتعلم يطبخ بدون لا يتسمم. وعندكم استشاره مجانيه حق الطلاب انه يدرس اي دوله، وشنو افضل تخصص على حسب نسبته؟ اكيد نساعد الطلبه بجميع الاجراءات، باختيار التخصص المناسب، المنطقه، وان شاء الله نكون معهم من A to Z. وعندكم بعد تجيبون بعد قبولات جامعيه؟ اي نعم، نوفر له قبولات جامعيه، دورات مجانيه للايز والقدرات، وحتى في بلد البعثه نساعده بالعثور على سكن او استقبال من المطار. حاب اسالك يعني لو يالكم الحين طالب تنصحينه يدرس في اي دوله باي تخصص، دام احنا الحين بزمن التطور والتكنولوجيا؟ اوكي، انا عن نفسي لاني خريجه بريطانيا راح اقول لك بريطانيا، افضل بريطانيا. والتخصص الحين قاعد اشوف في توجه كبير من الطلبه حق الامن السيبراني. والله انا قاعد اشوفها وايد، الكل متجه حق الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي بعد الاي اي. صحيح، اي عادل كلامك. بس يعطيك العافيه. الله يعافيك.